وصفتنا النهارده هتعجبكم قوي قوي قوي، وانا يعني عايزه اقول لكم واثقه من كده جدا. موفره وطعمها حلو وتحفه تحفه تحفه، وهنطلع منها صنفين حلوين قوي. هنعمل زي ما انتم شايفين كده كفته الفراخ الفظيعه، وهنعمل برضو برجر الفراخ الافظع منها. تابعوا الوصفه وان شاء الله هتعجبكم. لايك وكومنت ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه معايا نص كيلو من صدور الفراخ. تقدري تستخدمي زي ما انت عايزه بقى صدور فراخ او وراك، بس هو الافضل صدور فراخ عشان مش بيبقى فيها دهن كتير. ومعايا هنا كوبايه من فول الصويا، نقعاها كويس جدا جدا ومصفياها حلوه قوي قوي بمصفى من الميه بتاعتها. معايا بقى زي ما انتم شايفين كده بابريكا، ملح وفلفل وبهارات فراخ، توم باودر وال11 بهار، وثلاث بصلات وسط. لو البصل بتاعك كبير هتحطي بصلتين كبار. بس كده بس كده هتطلع لنا بقى كميه عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا. طعمها حلو قوي، طعم الفراخ باين جدا جدا، التست بتاعها عالي قوي. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش زي ما قلت لكم اللايك الدعم بتاعكم، وشيروا الفيديو لو عجبكم، ان شاء الله هيعجبكم. زي ما انتم شايفين كده جبنا الكبه بتاعتنا ونزلنا فيها بالبصل بتاعنا كده، وهديله ضربه كده بسيطه في الكبه. وهي ادي البصل كده اتضرب، هجيب بقى شرايح الفراخ بتاعتنا وهقطعها كده بحيث ان هي اسهل عليا الضرب في الكبه. تمام. هضربها بقى كده في الكبه، ضربت البصل مع الفراخ بس كده من غير اي حاجه خالص. هبدا انزل بكوبايه الفول الصويا زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بالبهارات على طول. معلقه صغيره من بهارات الفراخ، البهارات بقى اللي انت تحبيها، انا بستخدم بهارات فراخ باب الشام. وكمان معلقه كبيره من البابريكا عشان تحمر لنا كده لون الكفته كده والبرجر، ويبقى لونه حلو قوي. وهنزل زي ما انتم شايفين كده بمعلقه صغيره من الملح، انا حطيت هنا معلقتين عشان المعلقه دي صغيره قوي. وكمان برضو كده رشه حلوه من الفلفل الاسود، او ما يعادل نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وكمان نص معلقه صغيره من الثوم الباودر. وشايفين بقى معايا التركه الجامده دي، هحط بقى ال11 بهار بتاع كنور، عايزه اقول لكم جامد جدا جدا. هحط منه معلقه صغيره، انا ده كله بتكلم على معلقه الشاي. هضربهم بقى كويس جدا جدا في الكبه كده، بضرب ورايح الكبه بضرب ورايح الكبه لحد لما تديني العجينه التحفه دي. هنزلها بقى في بوله كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بجد بجد هتعجبكم جدا جدا، جربوها والله موفره جدا جدا عن ما تروحي تشتري. شوفي انتي، انا هتشوفوا الكميه وشوفوا بقى لو انتوا اشتريتوها جاهزه من بره، ولو احنا عملناها في البيت لا ده احنا حاطين فراخ اكتر. بره كلها حرفيا فول صويا. هحطها بقى زي ما انتم شايفين كده في بوله، وهدخلها التلاجة حوالي ساعه بس المكونات بتاعتنا تمسك وتشد مع بعضها. تمام. بديها بس عجنه كده حلوه علشان ايه اللي هو ايه، يعني اجمع كل المكونات مع بعضها. هتعجبكم قوي، جربوها ويا ريت اللي يجربها يكتب لي في الكومنتات يعني طلعت معاه النتيجه ايه. انا هنا كنت حطيتها زي ما قلت لكم ساعه بس، سمختها كده في التلاجة، وجبت صينيه عندي اهو، وابتديت ان انا اعمل صوابع كفته عاديه جدا. عايزه اقول لكم انت بتقطمي كده بتحسي ان انت بتقطمي فراخ بس، يعني الفول الصويا مش باين، البصل مش باين، البهارات اللي احنا عاملينها حلوه قوي. بصوا عملت 11 صباع من الكفته، والصباع محترم ياكل حلو قوي. وسويتها بقى عادي في الفرن، مع بصوا من غير اي حاجه خالص. عملنا كده غدا النهارده، حبيت اشاركه معاكم. يعني مايونيز الكفته ومكرونه كده وعيش، يعني ايه غدا كده ايه خفيف في الايام اللي احنا فيها دي. وتعالى اقول لكم باقي الكميه عملت بيها ايه. بس قبل ما اوريكم انا عملت باقي الكميه ايه، مش قادره اوصف لكم حلاوه الكفته بجد بجد بجد. جربوها علشان تشوفوا وتقارنوا ما بين الطعم اللي انتوا هتعملوه والطعم اللي انتوا هتجيبوه من بره بمبالغ. عايزه اقول لكم يعني مستفزه قوي. انت لو شفتي علبة البرجر بره بكام، او الكفتة او مبالغ، يعني ملناش دعوه بيها يا جماعه. نعمل في البيت انضف واوفر. جبت زي ما انتم شايفين الكميه بتاعتنا اهو، وعملتها بقى ما شاء الله طلعت معايا 7 قطع من البرجر كبيره. جبت الورق الزبده
احنا بقى هنعمل حاجه في البيت فنعملها بقى، ونعملها زي بتاع بره بالظبط. وقطعته كده عباره عن مستطيل، وكل برجرايه بعملها كده في ورقه علشان في الفريزر ما تلزقش في بعض، ولما اجي اطلعها تبقى كل قطعه ماسكه نفسها. حابه تحطي ما بينهم اكياس ماشي، بس انا متوفر عندي ورق زبده، وهو يستحسن ورق الزبده، بيبقى افضل بصراحه. لا شايفين شغل فاخر يا جماعه، احنا عاملين شغل مطاعم واحسن من المطاعم كمان. البرجر بقى زي ما انتم شايفين كده، هبدأ ان انا افرزه في الفريزر اي يوم انا محتاجه اعمل فيه. المدارس جايه عليكي، لو بتدي اولادك انواع من اللحوم، تقدري ان انتي تاخدي كده البرجر ده بمعلقه زيت واحده تشوحيه على الطاسه، مع بقى كاتشب ومايونيز طماطمايه شويه خس كابوتشي. هيعمل ساندوتش حلو جدا 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 ويعجب الولاد، واوفر وارخص ما انتي هتجيبيه من بره، وانضف كمان. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويعني فضلا منكم شير كتير يا بنات. حاولوا يعني ايه تشجعوني عشان انزل لكم بوصفات احلى من كده كمان. شير وكومنت حلو منكم. لفيت اهو البرجر بالاسترتش راب، هدخله الفريزر، وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد وصفات جديده. استنوا كل جديد مننا، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.